الو. ايوه يا ام شيماء، عامله ايه؟ لا الحمد لله، انا حلوه حلوه والله. انتي ايه اخبارك؟ بقول لك يا ام شيماء، عايزه استفسر منك شويه استفسار شويه من دول. بقول لك يا ام شيماء، اصل مش عارفه الموبايل عندي تقريبا باظ. مش عارفه عندك باظ انت كمان ولا هو بايظ عندي انا بس؟ فقلت بردك محدش هيفيدني غير ام شيماء. جروب الماميز عندي يا ام شيماء عمال بيبعت رسايل، مش عارفه هو شغال لوحده اصلا، هو من ساعه الاجازه وهو مقفول محدش بيبعت. يعني قلت يمكن الادمن مثلا فتحته تنظف ولا حاجه، بتخرج السجاد. بداوا يبعتوا حاجات يا ام شيماء، مش عارفه في بايظ عندك انت كمان؟ مش بايظ؟ ان شاء الله. استني يا ام شيماء، يعني بداوا الامهات بيتكلموا. اكيد يا ام شيماء عايزين يودوا عيالهم رحلات بقى وكامبات وحاجات كده، ويوديهم بساين والكلام ده كله بقى عشان الاجازه، اكيد يا ام شيماء. بيتكلموا على ايه؟ عن الدروس. ان شاء الله تبقى دروس السنه اللي فاتت، مش عاجبهم المنهج فبيتاكدوا. صح يا ام شيماء؟ ام شيماء. الو. ايوه يا وليه. اصل لقيتهم مش جماعه مني اتكلموا، فقلت يمكن انا مثلا معلق عندي. ان شاء الله يبقوا هم ستات رغايه وبترغي في اي حاجه ان شاء الله. مش هيبقى. طب بقول لك معلش، انا نزلت الشارع اديك النهار كده هوني مش هيبقى. لقيت ريحته جلاد. هم بيعملوا زينه رمضان. رمضان جه ومش هيبقى بيعملوا زينه. هو جلاد بجد والله؟ بتاع المدرسه يعني ولا بتاع رمضان؟ يمكن بتاع رمضان يا مش هيعملوا بيعمل طول ما رمضان شغال. بتاع المدرسه. ان شاء الله مش ما يبقوا مثلا بيجربوه، ان شاء الله بيجربوا الجلاد يشوفوه حلو ولا مش حلو. انا اول يا مشامه لما بشوف الرمان، والله العظيم اول ما بشوف الرمان وبشم ريحه الجوافه انا قلبي بيتوغوش بقى. انا شفتهم هما الاثنين يا مشامه بس كدبت عينيا، قلت ان شاء الله يبقوا متخزنين. ان شاء الله خير. طب بقول لك، طب برضك يا مشابهه لما نزلت ديك يا ريتني ما نزلت والله. شفت دي شنط السفر يا مشيماء. هيسافروا يعني دي شنط البحر. شنط مدرسه. يا مشيماء ما بياخدوا شنط المدرسه دلوقتي يروحوا بيها البحر. والله العيال بتحطها بقى كده على كتفها وتحط فيها مدرسه. طب هي نازله ليه يا مشيماء دلوقتي؟ نازله ليه؟ مش احنا لسه واخدين الاجازه يا مشيماء والنتيجه ظهرت؟ الشنط نازله ليه يا مشيماء؟ بالله عليكي طمنيني. شنط المدرسه وفي زمزميات وحاجات كده. هو في ايه يا مشيماء؟ هتقولي لي حاجه؟ تقولي لي ايه؟ لا انا اعصابي قويه. قولي. دراسة ايه اللي قربت يا ام شيماء؟ لا ده انا لسه ما روحتش المصيف يا ام شيماء. هو انا لسه بلبطت يا حبيبتي؟ دراسة ايه يا ماما؟ لا لا ام شيماء، لا ما تعملوش حسابي. سلام يا ام شيماء. لا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب اشفي ابن عماد شفاء تام لا يغادر سقما، واشفي كل مريض يا رب، وفك كرب المكروبين، وانصر اخواتنا واهالينا في غزة ويرجع ليهم الأرض والحق عن قريب إن شاء الله. انا اول يا جماعه مبدا الاقي السوق بقى فيه رمان وجوافه والزيتون الاخضر بدا يطلع وقلبي ما بيطمنش، ما بحس كده بخنقه مع ضيق تنفس مع شعور بالقيء مع دوار في الراس مع صداع شديد مع زغلله بسيطه، واحس ان جالي كرشه نفس كده مش قادره اتنفس. هو يا جماعه ايه واحنا لحقنا؟ انا حاسه احنا لسه واخدين الاجازه امبارح، ده امبارح حقيقي. بس اهو دوام الحال من محل. والايام الحلوه كما قال الشاعر ايهاب توفيق بتعدي في ثواني، الايام الحلوه ما بترجعش تاني. فخلاص احنا بيفصلنا عن المدرسه حوالي 3 اسابيع، يعني حاجه في منتهى يا لهوي. احنا لحقنا يا الله يمسيك بالخير يا طقطق، كنت بتخلينا المدرسه في نص 10. الله يمسيك بالخير يا رب، والله يمسيك بالخير. جالنا بقى الوزير حموكشة مع عدة تعديلات، وبيقول لك يا جماعة أنا ما عملتش تطوير، أنا عملت زي كده يعني. طب عارف أنت لما تجيب حاجة وتنفض من عليها التراب؟ قال لك أنا عملت يعني شوية تعديلات مش تطوير بالمعنى الصحيح. التطوير أو التعديل أو أي ما كان شكله ده، أنا شايفة إن هو في المراحل الصغيرة عمل حاجات مش كويسة.
يعني ايه عمل حاجات مش كويسه؟ طقطق لما جه وعمل النظام بتاع سنه رابعه طب والكلام السحله اللي احنا فيها دي، قال لك علشان انا عارف المنهج شديد وان المنهج عبال الطفل ما يستوعبه، انا هلغي فكره الامتحانات دي خالص واخلي التدريس للتدريس فقط، مش كتاخد انت امتحان وتعدي من امتحان والكلام ده كله. فخلى ان الاعداء تبدا تظهر من وانت في رابعه ابتدائي. وزي ما انا ما قلت لكم، المنهج شديد شويه وتقيل شويه، بس لو انت متاسس صح من كيجي ومذاكر صح ومذاكر علشان انت تذاكر، فهتعرف تعدي والدنيا تبقى زي الفل. وكانت كل شكوتي ان في حشو زياده عن اللازم، مش من الصعوبه، لا حشو زياده عن اللازم وحاجات ملهاش اي داعي. الوزير الجديد بقى خلالك ان سنه ثالثه ابتدائي بقى عليها امتحانات وفيها نجاح وسقوط، بمعنى ان انت اديت الامتحانات من اللي عليك، اهلا وسهلا، حتى لو انت نجحت وقفلت كل الامتحانات ما حضرتش 60% من نسبة الحضور في المدرسة، انت ما يحقلكش ان انت تتنقل للسنة اللي بعدها. يعني لو انت هتغيب كتير فانت خلاص، انت السنة اللي جاية دي انت مش هتتنقل ليها. القرار اللي اتعمل بقى بخصوص سنة تالتة ابتدائي بقى وخصوص الولاد بتوع ابتدائي، ان بقى اولى ابتدائي ليها امتحانات، تانية ابتدائي ليها امتحانات، تالتة ابتدائي ليها امتحانات. الناس كانت بتدي دروس علشان التأسيس، انا عايز اسس ابني، في ناس مش فاضية وفي ناس ما عندهاش يعني هقول له طقطان، يعني ما عندهاش خلق ان هي تذاكر لحد، فكانت بتدي ولادها دروس خصوصية. بس بتدي دروس خصوصية ليه؟ علشان اسس. لكن دلوقتي بقى في امتحانات، بقيت اشوف على جروبات الفصول واشوف على الجروبات على الفيسبوك الامهات عماله تقول يا جماعه احنا عايزين ادي عيالي دروس تانية. لا انا كنت بديهم دروس على حاجه خفيفه كده، انا عايزه اكثف علشان خاطر الموضوع بقى فيه امتحانات. يعني انت حطيت عبء تاني على الاسره المصريه بان انت خليت ان في اولى وتانية وتالتة عليها امتحانات، وسنه تالتة بقت سنه نجاح وسقوط بعد ما الناس قعدت متعوده على النظام بقالها كام سنه. هتقولي ما انتوا ما كانش عاجبكم نظام طقطق، ماشي، ما احنا مش فيران تجارب، كل اللي يجي يحط لنا نظام نبدا نتعود عليه ونقول طيب يلا احنا ماشيين فيه، احنا ماشيين يعني مش صواريخ فيه، لا بنحاول نتاقلم. نلاقي يرجع وزير تاني يعدل النظام ويبوظ النظام، واللي احنا بعد لما احنا يعني عملنا امورنا عليه وظبطنا حياتنا لا بيرجع يتغير تاني. هل ده عقل؟ هل ده منطق؟ هل ده منطق ان انا الاقي ان الطفل بتاع سنه ثالثه ابتدائي هياخد الماده مضاعفه في الاسبوع؟ يعني مثلا ياخد حصتين عربي، حصتين رياضه، حصتين انجليزي، لما كانت الام بتدي حصه واحده علشان خاطر بس يبقى متاسس. لا انا هدي حصتين، هدي حصص مضاعفه علشان خاطر يعدي الامتحانات. انا بدل ما اعمل منهج واعمل نظام يقلل على الناس، انا بزود الطين بله. فانا مش فاهمه. وعبء تاني بتاع الكتب الخارجيه، لما طلعت واحده انا مش مسامحاها وقعدت تقول لي انت ست جهله، منهج ايه اللي اتغير؟ الكتب الخارجيه زي ما هي، اللي مش عارفه ايه. وزير التربيه والتعليم طلع قرار اول امبارح وقال لك ان كل الكتب التعليميه اللي موجوده في الاسواق دي كتب مخالفه تماما للنظام الجديد، مفيش كتاب واحد مطابق للنظام الجديد، لان احنا عملنا تعديلات في المناهج، وفي مواد اتخففت وفي مواد كذا وكذا وكذا. يعني انا اعرف ناس بدأت من غالبا من نص 7 دروس وبياخدوا عادي علم نفس وبياخدوا فلسفة بعد لما صرفوا الفلوس دي كلها. متأخرين احنا قوي في كل قرارات بناخدها. هعمل تطوير لنظام ثانوية عامة، نظام قايم عليه التعليم كله في مصر، انت بتحدد مستقبلك خلاص من الثانوية العامة دي بتاعته قبل المدرسة ب4-5 اسابيع. يعني هل ده يعقل؟ هل ده كلام ناس عاقله؟ يعني انا مش فاهمه عامل الوقت عندكم ليه بطيء قوي كل حاجه بايظه، كل حاجه ما بتتاخدش مدروسه، كل حاجه ما بتتاخدش بعد فحص وبعد ما مش عارفه ايه وايه وايه وايه، بتطلع مش زي ما انتم عايزين. مش عيب مننا احنا كاولياء امور ان احنا مش فاهمين، ومش عيب في ولادنا ان هم كذا، لا عيب ان القرار مش مدروس اصلا.